اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هكلمكم على موضوع اتطلب مني كتير قوي، وكمان اتطلب من متابع عزيز عندي في القناه، وهو ان احنا نتكلم على كارت دلتا. كارت دلتا ده اولا هو من نوع مسبق الدفع، حلو، ماستر كارد. اوكي. يعني ده كويس جدا. بتقدر تشيل فيه الفلوس لحد 100,000 جنيه، لحد 100,000 جنيه. تمام. تقدر تسحب يوميا تقريبا 7000 7500 ممكن، يعني في الرينج ده. اوكي. بس بتسحب، يعني تقدر تشيل فيه لحد 100,000 جنيه، ولو هتسحب منه تقريبا شهرين 25,000. انا مش متاكد من نسب الارقام، بس هي ده اللي انا قريته في الصفحه بتاعتهم. فمعرفش بقى اذا كان في الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو حصل فيه ابجريد ولا لا. اوكي. هي من نوع ماستر كارد، طبعا تقدر تحط فيها فلوس، تشيل فيها فلوس، تدفع بيها اي حاجه اونلاين هتشتغل معاك. في ايه تاني ممكن اقول؟ في ممكن برضو لما بقى تعوزها، لو انت عايز تقدم عليها، هي اولا من بنك القاهره. بنك القاهرة من البنوك الجميلة جدا، من البنوك اللي أنا بحبها جدا. يعني هو مش متعب صراحة زي بنك مصر. بنك مصر مكان الاي تي ام بتاعه وحش جدا للأسف، لكن بنك القاهرة من البنوك الجميلة جدا وبنك عظيم. بس طريقة حصولك على على الفيزا دي هتبقى صعبة شوية. ليه؟ هقول لك ليه. رقم واحد، انت بتحمل الابلكيشن بتاعهم من على جوجل بلاي ببساطة جدا. اوكي. في حاجة اسمها تيكت ذهبي. يعني ايه التيكت الذهبي ده وبيفيدني في ايه؟ هقول لك. التيكت الذهبي ده بقى يا صاحبي، ده بيقدر تستفاد منه. ان انت لو خدته، يعني ده بيكون مثلا مستخدم للكارت ده بيبعت لك قرابة دعوة. هو كل واحد بيبقى ليه دعوة واحدة. هو بيبعت لك اللينك ده، انت بتخش عن طريقه، بتسجل، بتتقبل على طول. تمام. طب امال العيب بقى في ايه؟ العيب حضرتك ان انت لو انت مش معاك رابط الدعوة الذهبي ده، هتضطر تستنى طابور الانتظار اللي قدامك. ممكن يكون 5000 واحد، 10,000 واحد، عقبال ما يجي دورك بقى. لكن لو انت معاك لينك الدعوه ده، ببساطه شديده، ببساطه شديده خالص، بتخش على طول دايركت، ولا تستنى انتظار ولا حاجه. بس ده بيكون لينك دعوه واحد بيبعته لك، بيكون معاه الكارت ده، فهو بيكون ليه مره واحده بس انه يبعت لك. بعد كده انت بتاخد اللينك ده منه تخش. طب لو قدر مثلا مش معايا واحد معاك الكارت ده، فهتسجل بقى بالطريقه العاديه. طبعا التسجيل بقى عادي، بتدخل اسمك، رقم القومي بتاعك، مش عارف ايه اسمك التاني، بتصور بطاقتك وش وظهر وتتاكد ان انت مصورها صح. بتدخل العنوان اللي هيجي لك عن طريقه البطاقه. بس طبعا ده بيجي لك بعد ما بتتفاعل. يعني انت دلوقتي مثلا، انت هنقول استنيت طابور الانتظار بتاعك والدنيا حلوه، ودخلت بياناتك والحساب بتاعك اتفعل وكل حاجه، تقدر تستلم الفيزا. نصيحتي انا بقى، روح استلمها من الفرع. شوف اقرب فرع ليك ايه من الابلكيشن نفسه. تمام. بتفعل عندك الموقع فبيجيب لك اقرب فرع لبنك القاهره ليك. فانت على اساسه بتروح، حلو، وبتستلم الفيزا بتاعتك من هناك معزز مكرم، والدنيا بتبقى حلوه. فاهم؟ لكن لو انت هتستنى عقبال ما يبعتوا لك الفيزا دي، فيها بتاع شهرين 3 شهور. فلا، انت بمجرد ما يتفعل حسابك، روح على طول جري خد الفيزا بتاعتك. بس يا شباب، ده كان فيديو النهارده. اتمنى لو الحلقه عجبتك بقى تنسى تشترك كده وتدعم اخوك وتحط لايك. مع الف سلامه يا شباب. السلام عليكم.